بيكم في قناة جوايا كلام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة حلول السنة الجديدة 2021، وبإذن الله تكون سنة أفضل من السنة اللي عدت سنة 2020. وكل واحد معرفش إن هو يحقق اللي بيتمناه أو جزء من اللي بيتمناه في سنة 2020 بإذن الله. ربنا سبحانه وتعالى يحقق له اللي هو عايزه في سنة 2021. وكلنا أمل وكلنا تفاؤل بإذن الله إن سنة 2021 تكون أفضل من سنة 2020 اللي الحقيقة كلنا وكل العالم عانى في السنة دي من أزمات حلت على العالم كله بسبب فيروس ووباء كورونا اللي أباد كتير قوي من البشرية، وعدد إصابات كبيرة جدا بسبب الوباء اللعين. كل واحد محققش أي أمنية كان بيتمناها في سنة 2020 ما يزعلش ويرمي حموله وتوكل على ربنا سبحانه وتعالى، ويتفائل الخير دايما في بداية السنة الجديدة 2021، وينسى خالص التشاؤم ويتوكل دايما على ربنا سبحانه وتعالى، ويحط الخير دايما قدامه ان ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه في السنة الجديدة. عايزين نبدأ السنة الجديدة بكل خير. كل الناس تحاول تنقي قلوبها، كل الناس تحاول ان هي تنزع الغل والكره من قلوبها، ويتوكلوا دايما على الله ويخلصوا النية لربنا سبحانه وتعالى وحده، ويبشروا ان الخير والرضا من ربنا سبحانه وتعالى قادم بإذن الله. كل واحد خاصم حد اختلف مع حد في سنة 2020 يحاول ان هو يفتح صفحة جديدة معاه في سنة 2021. الدنيا مش باقية لحد خالص، ولازم نكون اتعلمنا من درس وباء كورونا. الناس اللي ماتت حوالينا، الناس اللي ماتت مننا، ابونا، امنا، اخواتنا، اصحابنا، جيراننا، ناس كانت بتموت قدامنا كانوا قاعدين معانا، ويوم او 2 أو 3 أو اقل ماتوا فجأة عننا ورحلوا عن الدنيا. لازم نعرف ان الدنيا من فاتة، الدنيا مش هنخلد فيها. نفتح صفحة جديدة، نتصافح، نتسامح مع بعض، نخلي قلوبنا على بعض، نخاف على بعض، قلوبنا نبث فيها الرحمة اللي غابت عنها بقالها فترة كبيرة قوي، ونعرف ان الحب والتسامح هو أساس البشرية. اي حد مختلف مع انسان يبدأ من الوقت، يبدأ من النهاردة في ليلة راس السنة الجديدة ان هو يكلمه ويعتذر له، ومش عايزين العتاب اللي هو ممكن يولد خلاف بين شخصين، ولكن خلاص الذكاء ان انت تقول انا غلطان، والذكاء ان الطرف التاني برضك يقول انا غلطان، وننسى الماضي وننسى الاختلافات ونبدأ سنة جديدة، ونتعلم من درس كورونا اللي اخد ناس كتير قوي فجأة مننا، ونعرف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نعبده ونتسامح ونسن قوانين البشرية اللي غابت عننا كتير قوي في الزمن والفترة اللي احنا فيها دي. أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع الوباء والابتلاء عنا في سنة 2021، وكل إنسان اتوجع، كل إنسان كان مهموم، كل إنسان اتضر، كل إنسان كان مخنوق في سنة 2020. ربنا سبحانه وتعالى يبدل الوجع ويبدل الحزن ويبدل كل شيء كان مرير عدى علينا في سنة 2020 يبدله لفرح ويبدله لسعادة ونور ورضا وراحة بال في سنة 2021 بإذن الله. اتفائلوا بالسنة الجديدة، اتفائلوا
ان باذن الله القادم افضل في السنه الجديده. ارموا حمولكم على ربنا سبحانه وتعالى، وباذن الله تكون سنه 2021 هي الخير، وهي خير عوض عن التعب والاوجاع اللي مرينا بيها في 2020.